عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي تالتة إعدادي، يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله يا جماعة في امتحان نزل معانا إن شاء الله لسه جاي طازة هوت إن شاء الله. النهاردة حبايبنا في محافظة دمياط امتحنهم. النهارده ان شاء الله بقى هنحل امتحان بتاع دمياط بالكامل 2000 طبعا 23، وكمان هسيب لك ان شاء الله في صندوق الوصف يا جماعه امتحان الخدمه المرفاتي بتاع اولادنا في الخارج، هسيبه لك برضه يا جماعه. الصراحه الامتحانين لذاذ جدا وسهلين قوي وفيهم كتير مشابه لبعضه. خد بالك يا جماعه، حاول كده تجمع كل افكارك ان شاء الله عشان فعلا الامتحانات كلها بتتكرر بشكل جميل جدا. وعلى بركه الله نبدا اول حاجه ان شاء الله. ادي اول حاجه قدامك اهيت، خد بالك فوق خالص اهيت مكتوبه ايه عندك؟ دمياط جفرنريت اللي هو طبعا محافظه دمياط. وكمان عندك التايم عندك حوالي 2 اور ساعتين بالظبط ان شاء الله بالكمام والتمام. النهارده يا جماعه باذن الله اول حاجه هيجي لي سؤالك ايه طبعا ايه اللي هو الدايلوج، سؤال المحادثه طبعا خدناه يا جماعه بالتفصيل. بقول لك ايه بقى؟ نبيل and أسامة are talking about a book that أسامة is reading in a history. يعني بقول لك نبيل وأسامة بيتكلموا عن كتاب، اتكلموا طبعا عليه كتاب ايه عن ايه عن التاريخ. فنبيل بيكلم أسامة كتاب عجبه، فأول حاجة على بركة الله بيقول له ايه؟ هالو أسامة، ازيك يا أسامة؟ فطبعا أسامة رد عليه عادي جدا، التحيات يا جماعة بنرد عليه نفس الرد. قال له هالو نبيل، عادي جدا. نبيل قال له ايه؟ حاجة معاه سؤال هنا بهل. Are you enjoying that book؟ هل أنت بتستمتع بهذا الكتاب؟ أو استمتعت؟ حاجة معاه لا مش استمتعت. هل أنت بتستمتع بهذا الكتاب؟ طيب مع الإجابة يس ولا نو هنعرف أهو. أما قال له إيه؟ Because it's not my favorite kind. دي مش النوع اللي أنا بفضله. يبقى معنى كده يا جماعه ما عجبهوش حاجه معاه. فقال له ار يو، طبعا اقول ايه؟ نو اي ام نوت. حاجه معاه طبعا السؤال بار يو دايما اجابته يس اي ام او نو اي ام نوت. فطبعا قال له واي عشان عندك بيكوز. حاجه معاه دايما اجابه فيها بيكوز، يبقى اكيد السؤال بواي. واي قام قال له عشان مش من نوع. قام قال له ايه؟ سأل سؤال فقال له I prefer reading adventure stories. انا بيعجبني قوي القصص المغامرات. حاجه معاه اكيد طبعا هيقول له ايه؟ طب انت بتحب نوع ايه؟ حاجه معاه سؤال هيكون ايه؟ What kind of books do you like؟ What kind of books حاجه معاه ما نوع الكتب اللي نفضلها؟ حاجه فقال له بحب ايه المغامرات. اما قال له ايه؟ طب did you read this book؟ طب انت قرأت الكتاب ده يا جماعه اصلا؟ قرأته؟ طبعا سؤال جديد يا جماعه بمعنى هل. حاجه معاه اما قال له ايه؟ I read it 1 year ago. ايوه انا قراته السنه اللي فاتت. Interesting as I like history. عجبني جدا عشان انا بحب التاريخ. يعني معنى كده مع صاحبنا قرأه عشان بيقول لك ايه؟ انا قراته السنه اللي فاتت. فطبعا السؤال بديد هيقول له طبعا yes I did او yes of course. حاجه معاه سؤال طبعا بالموافقه، طبعا قراته امال ايه؟ of course طبعا انا قراته السنه اللي فاتت وعجبني قوي. أسامة قال له ايه؟ طب well you have encouraged me to finish it. يا ده انت بجد شجعتني جدا عشان اقراه. حاجه معاه. ام نبيل طبعا قال له ايه؟ I hope اتمنى طبعا you will enjoy it. اتمنى طبعا اللي انت تستمتع بيه. فطبعا اسامه هيرد عليه رد عادي جدا، اتمنى لك اللي طبعا اللي انت تستمتع بيه يا جماعه. هيقول له مثلا ايه؟ thank you مثلا شكرا، او I hope so اتمنى ذلك. حاجه معاه I hope you will enjoy it، فيقول له thank you او I hope so اتمنى ذلك. محادثه يا جماعه سهله قوي 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 ولذيذه وكلها اسئله مباشره مفيش فيها اي لعب خالص الصراحه. السؤال التاني يا شباب طبعا بقول لك reading comprehension اللي هو اقرا الفقره الاتيه او الكومبليت اكمل يا بطل. حاجه معاه من الحاجات الجديده السنه دي وسهله قوي يا جماعه، تعتمد على حفظ الكلمات زي ما اتفقنا. read the complete the text. read and complete the text يا جماعه with a form the following list. من خلال الليسته اللي هو مديها لك في قلب التيبل المربع قدامك. مهم جدا نعرف الكلمات معناها ايه يا شباب ونترجمها. understand يعني يفهم. neither يعني لا، نفي يا جماعه نفي. dyslexia طبعا اللي هي صعوبه القراءه. both بمعنى كل من او كلتا. public يعني عام. وطبعا special بمعنى حاجه خاص او حاجه مخصصه او خاصه. اوكي. وين سامي يلا يا جماعه على بركه الله كده was young لما سامي كان صغير شاب صغير he had كان عنده مشكله نقط. حاجه معاه مشكله ايه بقى؟ بيقول لك حتى بيقول لك he was a bad ما كانش يعرف يقرا ولا يكتب. ايوه صح اسمها ديسلكسيا. ديسلكسيا يا جماعه اللي هي صعوبه القراءه والكتابه. حد بيقول لك ايه؟ this mean هذا معناه he was bad at
كان سيء جدا في نقط. هاي معاه ايه وايه بقى؟ بقول لك ايه؟ reading and writing، في القراءة والكتابة، في كل من هاي معاه عشان كلمة ايوه بوث يا جماعه دايما بتشير الى حاجتين دايما، ومعاها بيجي الفيرب في حاله البلورال الجمع، خد بالك منها يا جماعه عشان تيجي ان شاء الله في تصويب. It wasn't easy for him، بقول لك كانت صعبه جدا عليه، اللي هو ايه؟ نقط كده يا جماعه وات نمبر 3 وات his lessons، كان صعب عليه اللي هو يعمل ايه في دروسه. ايوه انا سامع ناس بيقول ايه؟ طبعا ايه ناس بيقول ايه؟ اندرستاند يا مستر، صح، كان صعب عليه اللي هو يفهم دروسه بسهوله عشان عنده صعوبه القراءه والكتابه يا جماعه، زي ما قلنا يا جماعه اسمها ديسلكسيا. حلو والله. His parents، بابا ومامته asked a teacher to give him، بابا ومامته يا جماعه طلبوا من المدرس اللي هو يديله نقط دروس ايه؟ lessons ايه؟ دروس special، صح، اللي هو دروس خاص او درس خاص يا جماعه طبعا which helped him، ده هيساعده جدا to be better and did well in the exams، وكمان يكون شاطر ويحل كويس في امتحاناته. برضك قطعة سهلة جدا يا جماعة، معتمدة على حفظ الكلمات أوي أوي، حفظ الكلمات هيفرق مع أي حد السنة دي يا أبطال. طب كمان السؤال الثالث إن شاء الله الكومبريهنشن، القطعة. طبعا يا جماعة القطعة كانت سهلة جدا، بتتكلم مثلا إن واحد عاوز يشتري طبعا a present هدية عشان خاطر عيد ميلاد أخته، فاقترح طبعا فقال أجيب إيه؟ a modern computer، وجاب لها كمبيوتر وقعد يجمع. يعني قطعة سهلة فمش عايز أضيع فيها وقت يا جماعة، ممكن تكرهها ولو في أي مشكلة ابعت لي وانا ان شاء الله هرد عليك واحلها معاك عادي خالص، بس مش عايز اطول الفيديو يا جماعه، بس كانت ساعه سهله. القطعه يا جماعه طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه بيبقى فيها 3 اسئله، تشوز اهو يا جماعه تشوز ذا كوريكت انسر فروم A B C or D، اختار 3 يا جماعه، وكمان بيبقى تحت شويه يا جماعه عندك 3 اسئله تانيين answer the question، اسال او رد على الاسئله الاتيه، بيديك برضه 3 اسئله، 3 اختيارات و3 اجب من القطعه، يعني القطعه يا بطل عليها 6 درجات، الامتحان كله من 30. انا عايز بس تركز على رقم 5 يا جماعه، اسمها كلمه اسمها سمرايز، لخص الباراجراف الفلاني. طبعا يا جماعه التلخيص السنه دي خد بالك من كلمه سمرايز، كلمه حلوه جدا، اهم حاجه تعرفها يلخص في جمله صغيره خالص بتجيبها من خلال الباراجراف اللي انت عايز تلخصه، مثلا الاول او الثاني او الثالث. السؤال الرابع اختيارات choose a correct answer، اختار معاه بين A B C or D، اختار بقى معاه ما شاء الله اختيارات سهله قوي قوي قوي. نشوف كده مع بعض كده مع نقط a garden is a large open area where we can see beautiful plants and trees، مكان حديقة موجودة كبيرة خالص مليئة بالأشجار والحاجات ديت. مين؟ الباسنجر ولا بوتينيكال ولا سمارت ولا أكواريوم؟ طبعا اسمها ايه؟ كان في حفظ الحوادث الأولى يا جماعة اسمها بوتينيكال جاردن، الحدائق النباتية، موجودة معاها في أول جدول في المنهج. هاي معاها كلمة حلوة قوي ومشهورة قوي. 2 بلاك ايه؟ mean the cars, lorries and motorbikes that use a road. حاجة معاه العربيات والموتوسيكلات دي بنسميها ايه؟ ستيشن محطة، ولا بورتس مواني، ولا مونومنت اللي هو آثار، ولا ترافيك حركة المرور. بردك موجودة في الجدول الأولاني في المنهج خالص، اسمها ترافيك، صح. الجملة الأولى والثانية يا جماعة موجودين في أول درس خالص، حفظ الكلمات مهمة أوي يا أبطال والله، هاي معاه مهمة. دمياط is special city، مدينة هادية جدا، صح. peaceful، معلش peaceful city، peaceful هنا معناه ايه؟ noisy ولا dirty ولا quiet ولا quiet؟ مهمة يا جماعة، وسبحان الله موجودة برضه في أول جدول في المنهج عندنا السنة دي، يعني سبحان الله أول 3 جمل يا جماعة موجودين في أول جدول في الكتاب خالص خالص. كويت يا جماعة دي اللي هي QUIET بمعنى هادي، بتساوي كلمة peaceful، مش كويت ترسي، ترسي معنى إلى حد ما. تمام. To get the adjective from noun wood، عشان تجيب الصفة أو تحول wood خشب إلى صفة، نحط آخرها يا بطال ال واي ولا اي ان ولا اي ان جي ولا واي بس؟ ايوه صح، اي ان wooden، هاي معاه زي كلمة جولد golden، هاي معاه جميل قوي. The parents knew that the children were not they because
they heard them talking. الآباء عارفين الأولاد مالهم؟ ها نقط، قال لك سامعين صوتهم يبقى هم صاحيين. ها awake ولا sleeping ولا weak ولا awesome؟ طبعا awake يعني متيقظين صاحيين، يعني عشان سامعين صوتهم بيتكلموا، طبعا مش نايمين خالص. تمام قوي. They didn't win the match so they are. يا جماعه بيقول لك هم يا عيني ما كسبوش الماتش للاسف، فهم يا جماعه كانوا ايه؟ طبعا يا جماعه هتلاقي عندك كلهم صفات، لكن اقرب صفه عندنا يا جماعه اللي هم كانوا زعلانين جدا، كانوا حزناء او كانوا يعني مكتئبين. sad very sad. letter بي اللي هي ساد، مش هابي ولا شيرفول ولا حتى جويفول، لا هي كلمة ساد يا جماعة يعني زعلانين. اصلا A و C و D كلهم بمعنى ايه؟ يعني مبسوطين، لكن ساد زعلانين. كومبليت يا شباب اكمل طبعا، ودي 5 جمل يعني معتمدين على الجرامر، كلهم قواعد يا جماعه، وما شاء الله يا جماعه شرحنا القواعد، والخمس 6 جمل يا جماعه موجودين كلهم في فيديو في القواعد، ان شاء الله هسيب لك برك الرابط تحت في صندوق الوصف في كل القواعد اللي خدناها السنه اللي فاتت والسنه دي. The train usually not takes 6 hours to reach Luxor. يا جماعه قلنا قبل كده يا جماعه كذا مره، تيك هنا غلط يا جماعه، اي حاجه ماشيه بمواعيد الساعه 6، مواعيد القطارات، طيارات، مواعيد دروس، ماتشات، يبقى اسمها بريزنت سيمبل مضارع بسيط اللي هو بتاع اس واس، عشان كده اسمها ايه؟ تيكس. تيكس مضارع بسيط يا شباب بتاع اس واس، تايم تيبل جدول مواعيد. طيب this is the not bad film I have ever seen. أسوأ فيلم شفته في حياتي. بص كده عندك ايه؟ I have ever seen. يا جماعه دي البريزنت بيرفكت المضارع التام، يا جماعه بيجي دايما مع الصفات من الدرجه الثالثه اللي هي صفات تفضيل، اللي هو احط حاجه اسمها the most او اي سي تي. طبعا باد يا جماعه الصفه الثالثه بتاعتها او الدرجه الثالثه اسمها the worst. يا جماعه باد من الصفات الشاذه، bad worse the worst. يا جماعه دي صفه من الدرجه الثالثه. He has been at this school not for 2020. هو في المدرسة ديت أو بيروح مدرسة من سنة 2020. طبعا سهلة جدا يا جماعة، أنت عندك هنا ديت طبعا السنين أو اسم شهر أو اسم يوم اسم ساعة يا جماعة دايما بيجي على طول قبلها على طول حاجة اسمها since يا جماعة since SINCE، بعدها على طول بيجي اسم سنة أو اسم شهر أو اسم يوم أو حتى اسم مثلا ساعة، لكن for بيجي بعدها المدة كاملة، for مثلا 2 weeks، for مثلا 10 years، for 7 days يا جماعة وهكذا. both نبيل and علي وبعدين ايه بي كده at school yesterday. طبعا عايزين نصحح كلمه بي، من شويه يا جماعه اهو انت عندك في اول الجمله خالص حاجه اسمها بوث يا جماعه، بوث كل من دايما بعدها على طول بيجي فعل جمع، يعني ممكن are او were او have او do يا جماعه. طيب لو بص عندك في الاخر خالص هتلاقي عندك حاجه اسمها yesterday يعني ماضي. طب الماضي بتاع كلمه are ايه يا شباب؟ الفيرب are، اكيد عارفين يا جماعه الار ماضيها ايه؟ ها ايوه صح، في ناس اسمها ناس بيقول لك ايه الماضي بتاع ار يا مستر؟ هي وير، صح، WERE دي الماضي بتاع كلمه ار. ليه ار ليه يا مستر؟ ليه؟ عشان عندك يسترداي وكلمه بوث بعدها على طول اسم جمع او فعل جمع. she not has to stay up late she has already done her homework. هي لازم تصحى متاخر، هي اصلا عملت واجبها. لا ينفع؟ لا هي المفروض ايه؟ هي مش لازمه مش مضطره، صح، اللي اسمها doesn't have to موجودة في الوحدة الستة، آخر واحدة خالص يا جماعة الجرامر don't have to و doesn't have to، بس ال doesn't هنا عشان عندي الشي مفرد يا جماعة، ال doesn't have to مع الهي والشي والإت يا شباب، هي مش مضطرة تسهر عشان هي عملت واجبها أصلا. السؤال الأخير خالص يا شباب بقى اللي هو الرايتنج، الباراجراف، هيقول لك إيه؟ write 110 كلمة، يعني تقريبا 11 سطر تقريبا يا جماعة. لو انت هتكتب مثلا في السطر 10 كلمات عن ايه بقى؟ a story او a short story about a holiday that you enjoyed a lot. قصة قصيرة. نفس السؤال جه يا جماعة في السؤال او في امتحان بتاع ابناء الخارج. ان شاء الله يا جماعة عشان برضه ما اطولش عليك هسيب لك الاجابة موجودة عندك في ملف PDF ان شاء الله في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ان شاء الله، في
3 باراجرافات مهمه قوي. شورت ستوري وازاي نعملها يا جماعه، شوبينج طبعا اونلاين وازاي نعمله، وكمان البايوجرافي اللي هو السيره الذاتيه عن اي شخص بتحبها وازاي بنعملها بالتفصيل، وحاجات لذيذه قوي يا جماعه تحت ان شاء الله في صندوق الوصف هسيبها لك. معاك مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش يا جماعه. اتمنى يا رب كده تفعل الجرس وكمان تشترك في القناه علشان كل امتحان هينزل هحله لك ان شاء الله بالتفصيل. ويا رب يا رب تدعوا لي دعوه حلوه يا شباب. شكرا على المتابعه، سلام عليكم.